القوات المسلحة الملكية المغربية ولات كتملك نظام راجمات الصواريخ الصيني آير 2 اللي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم. وتم نقل الراجمات إلى مقر تكنة المجموعة 18 للمدفعية الملكية. وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات 8 الدفع، كل واحدة منها كتهز 12 القاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بما يصل إلى أزيد من 150 كيلومتر، يعني تدمير مدينة في دقائق معدودة. هذه هي أكبر منظومة كتخاف منها الجزائر. الواعر في هذه راجمات جهنم أنه لا يتعدى هامش الخطأ المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، مما يجعلها من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم. يعني ما كاينش زقل هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانات الجيش المغربي، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخ يصل وزن الواحد منها 800 كيلوغرام، محملة ب 280 كيلوغرام من المتفجرات في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة في ظرف دقائق.